نفهم حاجه وحده، علاش المعيشه عندنا غاليه والصاليرات ما طالعينش؟ علاش حنا صادين في حيط؟ علاش البلدان وديما واعوام وانا كندوي في هذه النقطه هذه وطبت وانا كندوي في هذا الشيء. دول في العالم اللي هما قل منا امنا وقل منا معرفه وقل منا فكرا وقل منا موارد وقل منا من كل شيء، عندهم السلعه رخيصه، شعبهم اعضاء حق طلقات سراح، الصاليرات عندهم طالعين. حنا الصاليره ودابا الصاليرات لا كانوا الصاليرات غيكونوا في 3500، كندوي مع السياسيين، كان الصالير غيكون 3500 4000 درهم. راه خص المعيشه تكون كتطلع بواحد 600 700 الف درهم باش الانسان يبقى ليه باش يسافر، يبقى ليه باش يتحرك، وماشي المعيشه طالعه اكثر من الدول الاوروبيه اللي كتخلص اضعاف حنا اللي كيتخلصوا لينا في المغرب، والمعيشه غاليه والصاليرات طايحين. واش هذا دابا شنو هاد العجيب هذا؟ شنو هو هادشي؟ راه كيحمق، راه الهربه. واش المازوت كيتزاد 40%؟ خضره واش الناقه والقتاله ولا اي حاجه كتزاد. شو هاد الفيديوهات ما كنديرهمش في القناه، كنبغيش ندوي على هادشي، ولكن هذا فيديو انا كنحس براسي صادين في الحيط. واش انسان كيشد 3000 درهم باغي يكري منه، باغي يدير فيها ترونسبور، باغي يخلص بعض الضرائب ديالو، باغي يشرب منه، باغي يشري بها واللحم داير 100 درهم 130 درهم والسمنه كتشد 100 درهم؟ واش غنقول؟ ما فهمتش انا. السياسيين شنو الدور؟ هذا هو الدور ديالكم الاساسي اللي غيبدا يقول لك الصحه والتعليم. واخويا المعيشه هي الاولى.